مفيش اي كريم موضوع الدمي اصلا. بيخلص موضوع هديل مع البنات ما كانش رنا اصلا الموضوع يستاهل وزكي، كل اللي حصل ده، وانا قلت وبيقول له إن من اول الموضوع ان الموضوع انتهى ما يستاهلش خلاص. كل ده. هو تقريبا ماشي كده انا العلاقة عادي بينه جدا، وبين بس هي هديل ما برضو غلطتش لا يا انتهت. كريم، معلش هنشوف هي الفيديو غلطت بتاع ومش اول مره يا علاقته كريم، مع مش اول هديل مره. وهنعرضه لحضراتكم. لا يلا هي ما نتابع ما اللي غلطتش، حصل انا عارف ان هي ونرجع غلطت لبعض. وكل غلط لا يا يعني. كريم ومفيش اي موضوع اصلا. ما كانش اصلا الموضوع ده يستاهل كل اللي حصل ده، وانا قلت لك من اول رن الموضوع ما يستاهلش كل طب ده. يا كريم، بس هي كانت بتكابر وبتقول ان هي ما غلطتش. لا يا كريم معلش هي غلطت، ومش اول مره يا معلش. كريم، مش اول مره. لا، ما غلطتش، انا فاكر الموضوع مش غلط يعني يا كريم لما تفتح لايفها وابقى انا قافله وتقعد تقول دي رنا شاربه ايه وانا مش عارفه هي بتعمل كده ليه انت عارفه وبتقلل من نفسها ليه. انا بصي، انا مش دافع، ممكن نقفل المواضيع دي لان انا مش عاوز يعني اخش في مشاكل، انا اسف، بتاع البنات يعني. حاسس يعني انا ما ينفعش اخش في مشاكل البنات اصلا، حاسس ان مفيش مشكله اصلا. بس انا مش عايز اخش في مشاكل البنات، يعني حاسس دي مشاكلكم حلوها بينكم وبين بعض. مفيش حاجه، حصل خير. انا عشان بس يبقى كلامي واضح بس. اوكي. فمفيش موضوع اصلا، مفيش اي موضوع، يعني لو صدر اي تجاوز بسببي فانا اسف. لا اسف خالص، انت ما ليكي قلتش اي حاجه بالعكس. واسف ليها، مفيش موضوع اصلا. ف يعني ما كانش ليه لازم الموضوع يوصل لحد هنا خالص. من اول كلمه قلت لك انا مفيش موضوع، مفيش موضوع. انا عارف ان الكلمه اتقالت ما تستاهلش كل طب الزعل معلش يا ده، كريم، هي لو كانت مثلا قالت لي ما وانا مش تزعليش هينفع اكون واعتذرت خلاص الموضوع. وانا ما ينفعش اكون منحاز لك ولا منحاز لها، انا وسط، وانا راجل مش هخش في مشاكل البنات. لا خالص. طيب يا كريم، طب انا طلعتها، انت اللي زعلت انت من ايه بقى؟ زعلت ان انت انك طلعتيهم. انا زعلت ان انا راجل لسه نازل من المشكله، بتدخلي الناس معانا ليه دلوقتي يا ليه؟ هم مش هم طلبوا ان احنا ننزل من الجست عشان يتراضوا. انا كمان يا ستي ما عنديش مشكله ان هم يتراضوا. انا ما طلبتش اصلا ان انتوا تنزلوا من جست. انتوا بنات وانا ما ينفعش احط عقلي من عقلكم. ايا كان تفكيري هيبقى غير تفكيركم، ده كده كده مفيش موضوع. لا خالص مفيش حاجه. فاقفلوا بقى المواضيع دي ارجوكوا، يعني انا مش عاوز يكون في اي موضوع. انا ان كان حد اقل مني فانا ما عنديش مشكله، انا اللي عملت كده في نفسي. خلاص مفيش حاجه. طب انتوا هتفضلوا باصين في الموبايلات كده؟ لا خلاص. انا يومي اتقفل بجد، مش عارف اقول لكم ايه. لا خلاص يا كريم مفيش حاجه والله. هتفضلوا زي يعني انا قفلت يومي. لا ما تقفلش يومك ولا حاجه ومفيش حاجه. انا بجد قفلت يومي. انا غلطتي ان انا بدخلكم اصلا مع بعض. لا يا كريم، انت عارف ان انا بطلع وبهزر وعادي ومفيش اي حاجه وبنقعد ننكش لا بعض. الموضوع اتشخصن والله يا محمد. لا مش اتشخصن خالص يا كريم. حتى يا كريم انا لو عايزه اعمل مشكله كنت عملتها لما الناس قعدت تقول لي اتكلمت عليكي واتكلمت عليكي وحش. بالعكس، انت لما ليه؟ بتبعت لي انا بقبل، وقلت هكلمك في الحوار ده برايفت ومش هتكلم عليه في اللايف. ما كانش انا مش بعمل مشاكل. الحوار ما كانش يستدعى كل ده يا حبيبي مش ده، انا مش بتكلم على الحوار ده. هو في حاجه تانية حصلت؟ ايوه ما انا بقول ايه يا كريم، بقول ان هي لما انا كنت قافله كانت مطلعه جستات وقعدت تتكلم عليا، ورنا بتقلل من نفسها، وهي رنا بتعمل كده ليه مع كريم، ورنا كانت شاربه ايه. لا يعني ايه شاربه ما ايه؟ اعتقدش معاكي فيديو بالكلام ده. والله العظيم قالت كده، مليون حد معاكي بعت فيديو لي. بالكلام ده؟ هديل كانت بعتلي فيديو، بنت اسمها هديل. ابعتي لي الفيديو. ما هو هنا ابعته ازاي؟ ماشي، هاتي لي الفيديو ده. ما اعتقدش انها تقول كده، لا مش للدرجه نعم. دي. لا ممكن تخش تسال. ابعتي لي الفيديو لو قالت كده. ماشي هبعته لك لما اقفل. انتوا برضو مش فاهمين حاجه. انا عاوز افهمك انا ان هي هزارها. زي ما شفنا كده كريم الدمي بيطلع نفسه من الموضوع وبيقول يا جماعة أنا مش هدخل نفسي بين حوارات البنات يعني، والموضوع انتهى خلاص وكده. يعني برضه هنشوف حكاية كريم مع هديل ونهاية علاقته بيها، وهنعرضها لحضراتكم. شكرا للمتابعة وسلام، يلا بينا كده